السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم بقى احلى كبده. معايا دلوقتي كبد وقوانص. دي الفراخ اللي انا كنت جايباها ومنضفاها معاكم واللي موريها لكم وانا بنضفها. انا خدت الكبد كلها، قلت اعمل إيه شويه كبد كده اشوحهم كده يتعشوا بيهم، يبقى حاجه سهله وبسيطه للعشاء. معايا كده 4 فصوص توم كبار، ومعايا هنا برضو كام قرن فلفل كده مش حاميين. فلفل بس بيطعم الاكل، بس هو احمر بس. انا كنت جايبه اصلا كميه عشان دي هفرمها عشان بخزنها برضو، كل ما بلاقي حبه حلوين اخزنهم. دول بيبقوا اللي هعمل قال لو هتبل سمك، لو هتبل اي حاجه بيبقى موجوده عندي في التلاجة. يا رب لو عجبكم فيديو النهارده تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد على قناه يوميات بيت العيله. معايا دلوقتي بقى كام قرن دول قطعتهم وحطيتهم يتشوح تشويحه كده. ودي معايا القنص الكبد القنص الاول. ومعايا قرن شطه حامي. الكبده اللي نقعاها، اقلب التومه اخد تشويحه كده بقى، وهنزل عليها الفلفل كله ياخد تشويحه مع بعض. انا مقطعه التومه، انا بحب التوم متقطع. وكمان عشان الكبه لسه ما صلحتش، لسه هروح اصلحها. دلوقتي انا اشوح كله مع بعض لغايه ما يتبالوا خالص وكلهم ياخدوا لون كده. ال- يتبالوا بس شويه صغيرين كده. وبعدين هنزل بالقوانص، هنزل بقى بالفلفل والملح والكمون. شويه كمون اهم حاجه، اي الكبده دي بتحب الكمون. ماشي. اقلبها كويس. بص، انا حاطه نقطه زيت، يعني دي ما بيلزقش فيها الاكل خالص، عشان كده كده القوانص بتنزل الزيت بتاعها. نسبه الدهون اللي فيها بتنزلها. بقطعها 4 ارباع كده. انا غسلاها كويس بالخل والملح. غسلاها كويس وكنت نقعها اصلا. بقطعها كلها كده. الكميه الكميه اللي معاك انت بتقطع. بس انا قطعتهم كده خلاص. خلاص كده نزلت عليهم على الفلفل والثوم اللي انا عملته والتوابل. اسيبها برضه اخد تشويحه، وبعدين احط عليها كوبايتين ميه عشان تستوي خالص، عشان تبقى نفس الكبدة كده مستوية كده. ما تبقاش فيها تكة بسيطة، انا مش عايزة فيها تكة. بس قلبتها كده كويس. انا شوحتها كده. بص بقى، انا هحط عليها المية. هحط عليها كوبايتين المية. دول كانوا لسه موجودين كام قنصية دول. غسلتهم وحطيتهم برضو. دي اهم تكة هحطها لكم دلوقتي، هي دي اللي ما بتخليش اي ريحة زفارة في الكبدة او اي ريحة. هوريها لكم برضو تاني. بعد ما انا غسلتها بالخل والملح، احط شويه خل كده، هم دول اللي بيدوها طعم حلو وبيمنعوا اي ريحه فيها. انزل بقى بكوبايتين الميه. ماشي كده، انا خلاص حطيت كوبايتين ميه، هسيبها بقى تستوى شويه. اديها تقليبه كده واغطيها تستوى براحتها. خلاص هي كده داخله على السوا. بصوا، هي كده استوت خالص. بصوا عامله ازاي، نزلت كل السوائل اللي فيها. بصوا عامله ازاي. هنزل بقى عليها بالكبده، مش هحط ميه تاني. كله استوى كده خلاص. اديها تقليبه كده وبشوف برضو شكل استوت ولا لا برضو. كده هنزل بالكبد بقى، دي برضو كنت نقعاها وشطفتها من شطفتها. هنزل بقى بالكبد كمان اهي. انت ما تعرفوش ريحتها عامله ازاي ولا طعمها رهيب. انا جربتها يعني عجبتني قوي. يا ريت تجربوها بنفس الطريقه دي، والله هتبقى سهله وبسيطه وتعجبكم. ممكن تعملي جنبها شويه مكرونه، او رز بشعريه جنب في الغدا او في العشاء.
يعني أكلة بسيطة وما بتاخدش أي وقت، ولا يعني ولا بتبهدلي المطبخ حتى بيها. أهي شوية الخل الصغيرين اللي أنا حطيتهم دول ما بيأثروش في الطعم ولا في أي حاجة، ده هيخلوا طعمها جميل وهيعجبوكوا، هتعجبكوا قوي. هي خلاص كده استوت. بصوا بقى السوائل اللي فيها دي هي اللي بتطعمها فعلا. هديها بس تقليبتين كده وافضها في طبق التقديم بقى. خلاص انا كده قلبتها. قلت هقلبها قدامكم برضو وانا بشوحها كده تشويحة. يا رب بقى اعملوا لايك واشتراك لو عجبكم فيديو النهاردة، ولو عجبكم اعملوا لايك واشتراك في قناة يوميات بيت العيلة عشان يوصلكوا كل جديد. انا كده بقى خلاص هحطها بقى في طبق التقديم. بصوا عاملة ازاي، ما شاء الله جميلة قوي. يا رب تعجبكم. بصوا الجمال، ما شاء الله جميلة قوي وبسيطة وأكلة جميلة ولذيذة، وأكيد ما حد كله بيحب الأكلة دي. بصوا الجمال ما شاء الله عليها. أشوفكم على خير. بتعجبكم وصفة النهاردة بسيطة وجميلة. مع السلامة.